مباشرة. طبعا عندنا بيان مجلس التنفيذي بنادي التعاون تعقيبا على البيان الصادر بالأمس من اتحاد القدم اللي كان فيه يؤكد على حماية الدكتور صالح بن ناصر ودعم الدكتور صالح بن ناصر من التجريح الذي طاله في الأيام الماضية. لكن قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع وهذا البيان التعاوني، خليني بس أبدأ معك سلطان في موضوع اليوم خرج في صحيفة جول أونلاين الإلكترونية الرياضية، تحدث عن تسجيل صوتي وصف بأنه بين أحد المشجعين لنادي التعاون أو أحد المنتمين لنادي التعاون وبين شخص يحمل صفة رسمية في نادي الرائد. ذكر في هذا الشخص هذا الاتصال الهاتفي المسرب طبعا أنه الرائد هو خلف قضية الاحتجاج النجراني ضد التعاون، وتحدث هذا الشخص في الاتصال الهاتفي بأنه فعلا الرائد هو من سعى لأن يكسب التعاون الاحتجاج. ليش أطرح عليك الموضوع؟ لأنه اسمك ورد في هذا الاتصال. تعليق؟ أبدا ما في تعليق. هو تعرف أن طبيعة التنافس التعاوني الرائدي ممتد تاريخيا. هنا الرائد يحاول أن يتقمص دور البطل في قضية احتجاج نجران على نادي التعاون. يحاول الرائديون أن بعض أقول الجماهير يعني تعرف حدة التنافس الجماهيري ولا أقصد الرسمي، يحاولون يتقمصون دور البطل في أننا نحن من وراء هذا الاحتجاج، نحن من ضغطنا على هذا الاحتجاج، نحن من أخبرنا نجران لكي يغيظون نادي التعاون. نادي التعاون للأسف بعض المنساقين أو الجمهور من نادي التعاون بلع الطعم. المكالمة اللي أنا ما سمعتها حقيقة أو التسجيل اللي يقولون أنه ذكر اسمي، ما أعتقد أنه يعني واحد يتكلم مع واحد يحاول يغيظه أو يحاول يقول له أنه إحنا وراء. ولا هذا الشخص كان يحمل صفة رسمية في يوم من الأيام. حتى لو كان يعني من يصدق يا تركي أنه إعلامي أو رئيس نادي سابق أو كذا يضغط على الدكتور صالح بن ناصر ويضغط على ماجد قاروبة علشان يقلب قانون مثلا في كرة القدم أو يفهم في قانون في كرة القدم. هذا شيء يعني أنا أعتقد أنه سذج فقط هم من يصدقونه. أنا قلت لك أن الرائديون يحاولون إغاظة نادي التعاون شأن هذا الاحتجاج وتقمص دور البطل لإغاضة نادي التعاون. يقول نحن هنا طبيعي جدا أن ينساق خلفهم يعني الكثير من الناس اللي ما تفهم باللوائح أو تفهم أنه الاتحاد السعودي هش إلى أو لجان الاتحاد السعودي هشة إلى درجة أن أي واحد ممكن يقدر يخترقها. أبو فهد تعليقك على الموضوع؟ والله أنا بتكلم أولا عن الأخ سلطان يعني المهووس. أنا قد يكون أني أنا مثلا في بعض المواقف أنا أختلف أنا وياه، لكن أنا متأكد أن الأخ أبو عادل يعني رجل يعني تربوي ومثقف وصاحب تعليم عالي جدا ومن أسرة محترمة ورياضي أيضا. ما أعتقد أنه تظهر يعني، وأعتقد أي واحد يعني يمارس هذا الشيء أو يقحم أسماء نزيهة وشريفة زي الأخ سلطان المهووس هذا الهدف إساءة. أما حكاية أنه مثلا أنه في تنافس بين الرائد والتعاون، هذا في تنافس شديد جدا. ممكن يقبل أبو فهد أنه يعني أنه الرائد كان له علاقة في الموضوع؟ إذا جاء أحد، لو افترضنا جدلا إلى الآن ما في شيء رسمي من نادي التعاون يتحدث بهذا الخصوص، لكن لو أحد طرح مثل هذه الفكرة أنه الرائد هو من كان خلف هذا الاحتجاج، يقبل هذا الكلام بالنسبة لك ولا ما تقبل؟ أنا بالنسبة لي ما أقبل. شوف أنا بالنسبة لي توجهات ولي اقتراحات ولا زلت أنا مؤمن فيها وأتمنى أنها تظهر. أنا دائما أقول أن هناك عندنا الآن كرة قدم محترفة وكرة قدم يمارسها بعض الهواة. لا زلنا نخلط بين الذين يمارسون كرة القدم المحترفة اللي هم تقريبا 14 نادي محلي و16 مالي أقصد ممتاز و16 فريق درجة أولى. هذا المفروض أن يكون لهم اتحاد منفصل ومستقل، وبقية الأندية لها اتحاد للهواة. هنا لما أنت تيجي تتكلم لي عن نظام هواة ثم تنقله من محترف أو العكس، هنا اللي حدثت الفوضى يعني. فأنا أعتقد أنه ما أنا أقول أكيد من المؤكد وأنا أجزم هذا الشيء أنه الأخ سلطان المهووس بريء تماما، لأني أعرف أنا سلطان المهووس رجل محترم جدا جدا، وأعرف أنه الرائد يتنافس مع التعاون، وأنا متأكد أن الرائديين ليس لهم دور. الدور يأتي بسبب أن احنا نخلط بين نظام الهواه ونظام الاحتراف، وتحدث دائما هذه الدربكة. معنا على الهاتف مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون الزميل الخلف. مساء الخير. هلا وغلا استاذ تركي، رحب فيك وضيوفك الكرام. استاذ خلف، تعليقك على هذا الموضوع اليوم زي ما قلنا انه هذا الموضوع طلع بصحيفه جول اونلاين الالكترونيه الرياضيه وتسجيل صوتي، وانه يبدو ان الموضوع هذا في نادي التعاون او بين نادي الرائد والتعاون بدا يتصاعد في الساعات الاخيره قبل الحلقه.
والله حقيقة أنا أتمنى من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنت يعني تخاطب إدارة نادي التعاون إذا كان لديها مستندات بهذا الخصوص. أنا أجزم من يعني حصلنا على التسجيل كامل الذي يعني يؤكد يعني صحة ما تناقلت الصحف اليوم من تجاوزات بعض الرائدين ورؤساء سابقين مثل عبد العزيز التويجري وزملاء له سابقين في رئاسة نادي الرائد، وأنهم هم من حاولوا إسقاط نادي التعاون ويسعون لإسقاط نادي التعاون. وهذا طبعا لا نقر جملة وتفصيلا في رياضتنا سواء في منطقة القصيم أو السعودية. يعني أنتم مقتنعين بالتسجيل تأخذونه بشكل رسمي يعني؟ لا احنا مش ناخذ بشكل رسمي، احنا نتمنى ان لا تتطور الامور بيننا وبين نادي الرائد الى ان تصل الى هذا الحد. التعاونين هم لم يخطئوا، لم يعني ليس هناك مستمسك عليهم. اقدر اعرف موقفكم الرسمي خلف من هذا التسجيل؟ راح تاخذونه كدليل، كاثبات، كاتهام؟ وش موقفكم من التسجيل؟ راح تتجاهلونه؟ في تسجيل موجود الان، سلطان يقول انه هذا التسجيل بين اثنين، تسجيل يعني لا يتعدى كونه اغاظه من شخص لشخص، وواضح انه في التسجيل انه في بينهم علاقه. انا اسال الان الموقف الرسمي لنادي التعاون، وش موقفكم الرسمي؟ راح تاخذوا التسجيل، راح تاخذون خطوات رسميه ولا راح تتجاهلونه؟ لا بس عودا على ذي بدء، يعني هو يقول من شخص الى شخص. زين، انا اقول التسجيل هذا وصلنا من شخصين، يعني مش من شخص واحد او 3 اشخاص حتى. اذا كنت انا امزح او امازح ترك الهجمه بمزح، لكن لا اجر يعني شخصيات ورؤساء النادي الرائد بالمزح. طيب انتم ايش موقفكم الرسمي خلف؟ تم. ايش موقفكم الرسمي؟ راح تاخذون التسجيل تاخذونه بصفه رسميه ولا راح تتجاهلونه؟ لا انا اعتقد انه يجب علينا احنا كتعاونين ان نوصل لهذا الشريط، يعني اللي بحوزتنا لمن يهمه الامر لاتخاذ اللازم والوقوف على حيثياته، وايضا يعني ادخال الشريط في يعني ما يلجأ له جنائيا لاثبات هل الشريط مدبلج ام انه فعلا واقع، وهل صوت الاستاذ احمد العميم هو صوته، وهل تمت يعني الامور يعني بطريقه وديه ام انه يتكلم بحقيقه. هذا اللي احنا يعني. طيب سؤال بس خلف، يعني خلينا نفكر انا وياك كذا بصوت عالي اذا تسمح لنا. في الحديث انا استمعت له كان يتحدث عن رئيس الرائد السابق استاذ التويجري وعدد من الشخصيات في المعروفه في نادي الرائد، وانت تقول انه هذا التسجيل كان يتحدث انه لهم علاقه في لاسقاط التعاون والرائد يبحث عن اسقاط التعاون. يعني ايش نوع التاثير اللي ممكن يستخدمه اي شخص في نادي الرائد على صانع القرار في لجنة الاحتراف أو في لجنة الاستئناف أو في لجنة القانونية؟ يعني أبغى أعرف إيش نوع التأثير اللي أنت تتوقع أنه يقدر يمارسه هذا الرجل أو أيا كان، أو النفوذ اللي عنده اللي ممكن يستخدمه لتجيير قرار ضد نادي منافس. والله إذا كان رئيس نادي نجران خرج على الهواء مباشرة بالتلفزيون برنامج إرسال وقال مورست عليه ضغوط واتصالات من منطقة القصيم لتقديم الاحتجاج وما إلى ذلك، أنا لا أستبعد أن يكون كلام الأستاذ أحمد العميم حقيقة فعلية، يعني ان في ناس يعني حاولوا التأثير وسعوا لإسقاط نادي التعاون. التأثير على من؟ التأثير على الدكتور صالح بن ناصر والأستاذ قاروب؟ على حسب تعبير الشريط، يعني ما جاء بالشريط. يسأل اللي أصدر الكلام هذا هل قصده يعني انكم انتم اثرتوا على فلان وفلان؟ هو يقول في التسجيل سلطان المهوس يقول بحكم علاقاتي بمحمد بن همام ورئيس اللجنه الفنيه ورئيس لجنه الاحتراف واللجنه القانونيه استطيع ان اتدخل واعمل يعني ما يكون. انا اتمنى من الاستاذ سلطان انه هو الان يقيم اعتراض ولائحه ادعاء على زميله احمد العميم ويقول له اثبت كلامك او ان بيني وبينك القضاء، احنا كتعاونيين. انتم راح تاخذوا الموضوع للقضاء، يعني انتم مصعدين الموضوع للقضاء؟ لا مش احنا، انا اذا كان سلطان المهوس يقول هذا لا يتجاوز حدود المزح او حدود الدعابه بين شخصين، انا اتمنى من سلطان المهوس الان امام الملأ الان انه يقول لزميله احمد العميم اثبت كلامك انه فعلا يعني جاء على سبيل المزاح والمداعبه او انه حقيقه. انا موقفي الان اصبح سيء. خلف ممكن اتدخل معك؟ تفضل. انت تعرف احمد العميم جيدا؟ حقيقة أنا يعني لا.
يعني أعرف شخص يعني اسمه أحمد، هذا أحمد العميم، لكن جلست معه ما أعتقد سبق جلست معه. يعني شخصيا أنت تعرف جده من هزله ومن تعامله مع الرياضة وتداخله ومدى رسميته ومدى. أنا أقول لك ما عمري جلست معه ولا لدقيقة. خلف لما واحد يقول لك سلطان الموس علاقته مع ابن همام يستطيع، وش دخل ابن همام؟ ايوه لا خلينا من هذا الكلام، انت اسال احمد العميم اللي قال بالشريط حرفيا ونصيا يا ولد العميم. شوف الحرفيه شلون يقول انك انت تقول يا ولد العميم اللي خلانا الان اكد لك قرار ما ادري ايش، قرار بقاء الرائد هالسنه هذه بتدخلاتي، كلام خطير وكبير. من يصدق؟ يصدق انتم الان اعطيتوا العميم حجم اكبر من حجمه الطبيعي، واعطيتوا من قضيه اكبر من حجمه الطبيعي. هذا الرجل يتكلم ويهذي بما لا يفقه ولا يعرف، يتكلم باشياء انت كانه باستراحه، يتكلم مع واحد من احد اصدقائه ويتكلم. سلطان انتم اخذتوها جد وكانه رئيس نادي الرائد هو الذي يتكلم، او كان احد المسؤولين الرسميين هو الذي يتكلم. هذا مجرد مشجع يا اخي. الشخص اللي تقول يهذي خلف لو سمحت لي لحظه. خلف من مثل نادي الرائد يا خلف العضويه الشرفيه خلف تسمعني يا خلف تسمعني. طيب التسجيل موجود يا شباب، بس اذا كان التسجيل اعطونا اياه خلونا نسمع. جهزونا التسجيل. انا بس ابغى اسال سؤال بس. ابو عادل، احمد العميم ما كان يحمل اي صفه رسميه في يوم من الايام في الرائد؟ انا لا اعتبر علاقات عامه صفه رسميه. لا انا اسال هل يوقع انا اللي اعرفه صفه رسميه انك توقع خطابات، تمارس دورك، تذهب لرعايه الشباب، تمثل النادي، تذهب الى انت ترى انه احمد العميم يهذي بما لا يعرف. انا ارى ان تصرف احمد العميم لا يمكن ان يطرح على نادي الرائد، لا يمثل نادي الرائد لا اطلاقا. هذا رجل تصرف يريد اغاظه نادي التعاون. نادي التعاون نادي كبير ونادي عريض، جمهوره يحترق من اجل هذا الاحتجاج. هو يريد ان يرسم ان الرائد هو الذي انتصر على نادي التعاون بهذا الاحتجاج من باب الاغاظه فقط. من باب الاغاظه، هذا واضح. وش دخل ابن همام، وش دخل سلطان الموس، وش دخل رؤساء نادي الرائد؟ هل احد يصدق يعني في هذا الزمن يعني يصدق انه رؤساء نادي الرائد يروحون يضغطون على لجان؟ انا اضغط على ماجد قاروب، انا اضغط على الدكتور صالح. شلل الكلام. طب هذا سؤال لا احد يصدقه يعني. هذا سؤال خلف، هذا سؤال منطقي من سلطان. هل من المعقول ان يمارس اي احد في نادي الرائد اي نوع من الضغط على صانع القرار حتى يجير القرار ضد نادي التعاون؟ انت تقبل هالكلام؟ انا تبغاني اعطيك الاكثر منطقيه. الان لو ارسلت يعني لو ارسل برنامجكم موفد لتكريم مثلا شخصيه بارزه وجلب دعم منها، تمثلكم بصفه رسميه ولا تمثلكم؟ يمثل صفه رسميه في هذا المجال. خل اكمل انت جالس في الاستديو وتتكلم زين، انا برا ما اسمع الكلام زين. انا بتكلم اقول لك الان احمد العميم زار اعضاء شرف مؤثرين في المنطقه وجلب دروع وقدم لهم العضويه الشرفيه. اي يا اخي تقول لي لا يحمل صفه رسميه؟ طب انت ما جاوبت على سؤالي يا خلف، انا قاعد اسالك انتم تقبلون انه ممكن يكون في احد في الرائد مارس الضغوط على صناع القرار في لجنه الاحتراف او في اللجنه الفنيه او اللجنه القانونيه؟ انتم تقبلون مثل هذا الكلام؟ تحبون تطرحون مثل التساؤل؟ احنا ثقتنا كبيره بجميع من يعمل داخل اربطه الاتحاد السعودي، وان مثل هذا الكلام يعني مرفوض جمله وتفصيلا ولا نقر له جميعا زين، ولكن ان يخرج هذا التسجيل الذي نعتبره دليل حسي يجب يعني الوقوف عنده أكثر من مرة والتثبت منه والتحقيق حتى مع أحمد العميم لاستيضاح الحقيقة من قال هذا الكلام. طب سؤال أخير بس خلف قبل ما أنهي معك، بس سؤال أخير، هل بالفعل أنتم في أخبار اليوم أيضا عن طريق جول أونلاين أنكم تريدون رفع الموضوع لأمارة منطقة القصيم، الكلام ده صحيح؟ والله هذه شوف التعاونين دائما حينما يريدون ان يتخذون اي قرار يعني يجتمعون برمزهم الشيخ بادم حميد ويسرح طيب لاتخاذ ما يرونه، لكن انا اعتقد ان مثل هذا الموضوع يعني بما انه طلع في الاعلام اكيد انه وصل للرئيس العام، ويجب ان يعني يشكل لجنه للتحقيق في هذا الموضوع الخطير الدخيل على الرياضه السعوديه. الاستاذ خلف مدير المركز الاعلامي بنادي التعاون.